النهارده وفرنا لكم بقى البلوتر اللي عملنا فيه تطوير زي ما شفنا البلوتر الابسون ده. لما جبناه من الصين لقينا ان هم بيدوه 2 رول ورق، وهو ده خزان. الخزان بالمناسبه هو نفس الحباره. انا دايما بقول للناس عشان بس ما حدش يقول لكم كلام للماركتينج وخلاص. هيجي يقول لي ده خزان وده حباره. انت زي ما بتملى العربيه بتاعتك بنزين تسافر اسكندريه، طيب هتحط 10 لتر هتروح مشوار صغير. دي 45 اتش بي تاخد حوالي 42 مللي حب. طب الخزان قدها 4 مرات. يبقى هنا هو نفس البوتل. والدليل على كلامي ده ان نفس الشركه في الصين بتصنع البلوتر الخزان وبتصنع البوتل الحباره. ده بالنسبه لي اوفر كتير جدا من الخزان. عندنا الخزان موجود اهو في 2 رول. عشان كده كلمنا الشركه دي عايزين نطور البلوتر ده زيهم. فعملنا ايه بقى؟ طلبنا منهم ان هم يعملوا لنا نفس البلوتر ده، انه يجيب 2 رول، انه يحط لي سكينه القص الاوتوماتيك. كل دي اوبشن زياده هتريحني وما عليناش في السعر. كان عندنا البلوتر الاولاني 2 حباره بس كان رول واحد. قلنا لهم لا، احنا عايزين 2 رول عشان لما نيجي هنا انا هشتغل في مصنع حريم وبعمل طرح وبعمل عبايات. العبايات او الطرح مش محتاجه رول ورق كبير، فعايزين رول صغير اقدر احط الرول هنا، اشيل الورق ده مكان ده، مش محتاج ان انا اغير الرول كله كامل. قلنا لهم كمان اعملوا لنا سكينه القص الاوتوماتيك عشان بعد ما نخلص تمام الماركر ده نفسه يتقطع معايا. طيب احنا كنا الاول بنعمل القصه دي مانيوالي بايدينا كده فوق شريط القياس ده ونقطع بالقطر كده عادي جدا. طلبنا منهم الجماعه ان هم يطوروا لنا 2 رول ويحطوا لنا موتور تاني زياده. طلبنا منهم ان هم يحطوا لنا سكينه القطع الاوتوماتيكي وهنشوفها دلوقتي مع بعض. تمام، انه بعد ما يخلص دلوقتي اهو يخش يقطع الرول اوتوماتيك خلاص.